اديني ظهرت ليكي تاني وراجع لك بوصفه تطول لك شعرك تاني. مهما تهربي مني هخلي شعرك يطول ويتقل وينعم غصب عنك. والنبي لو هربتي مني وعملت لي بلوك هجري وراك واجيبك من شعرك اشدك كده لحد ما يطول 20 30 سنتي في شهر واحد بس. هقول لك على تركيبه وصفه تخلي شعرك ده حرير ناعم جدا. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. اديكي زي ما انت شايفه الصدر او وصفه الصدر المطحون. هنجيب ورق الصدر معلقتين او 3 معالق في مطحنه ونطحنه نخليه بودره. ركز عشان في تفاصيل كتير جدا انا هقول عليها دلوقتي. هنجيبه طبعا هنغربله الاول ونصفيه، نحاول نصفيه في اي كوبشه كده ونصفيه ونغربله الاول. بعد كده هنجيب صفار بيضه، صفار بيضه وثلاث معالق قهوه، 3 معالق قهوه ومعلقه كبيره عسل نحل. عسل النحل مهم قوي، تمام، عسل نحل. وبعد ما هتخلصي هتضيفي لي زيت الخروع، زيت الخروع او اي حاجه عندك بس الافضل الخروع مفيش غنى عنه. وزيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو مهم جدا، تمام. بعد كده زيت اكليل الجبل. بعد كده حليب جوز الهند او زبادي. حليب جوز الهند يا ده يا ده، لو مفيش حليب جوز الهند حط زبادي. اعمل الخلطة كلها وهتوزعي الخلطة كلها على شعرك مرتين في الأسبوع. هتحطيها من ساعة ل4 ساعات. تغسل شعرك بعديها بحمام كريم بس بدون شامبو وتفرج على النتيجة، هتدعيلي جدا جدا جدا.